واستكمالا لسلسله التنظيفات اللي احنا بدأنا فيها. اللي بدأ حاجه بقى لازم يخلصها، وزي ما قلت لكم قبل كده لكل شيء نهايه. والناس بقى اللي قاعده تقول لي مش هيحصل ومش هتعملي حاجه والدنيا هتفضل زي ما هي ومش عارف ايه. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي الصحه؟ مش محدش سامع لكم حس يعني. اظهروا كده وتعالوا كده قولوا لنا ايه رايكم في الدنيا. المهم طبعا اختي منى الله يبارك لها عملت لنا بقى الاكل. بصوا الفراخ المشويه التحفه اللي منوره في الفرن دي. شكرا يا منى، تسلم ايدك يا منى. وبس كل الحكايه ان انا كنت متبله لها الفراخ في الثلاجه من قبلها بيوم. لازم عشان تشوي فراخ يا جماعه في الازازه لازم تتبليها قبلها بيوم. ما شاء الله عليك يا منى، ما شاء الله. بس مش باين قوي، مش باين. لازم عشان تتبلي الفراخ في البلكونه. طيب تشوي فراخ في الازازه لازم ان انت تتبليها قبلها بيوم علشان تبقى طعم اللحم كده طري وجوسي وحاجه كده تحفه. هنا بقى عملت لنا ايه؟ عملت لنا بسله. قالت لي انا هعمل لك البسله دي على طريقه حماتها. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي ني وجربيها وهتعجبك ومش هتغيريها تاني، هتعتمد الطريقه دي مش هتغيريها في حياتك. قلت لها ماشي يا ستي. طبعا حمات اختي منى دي انا بحبها جدا جدا يعني السيره جت فبمناسبه الكلام يعني بحبها جدا جدا جدا. ومش عارفه بحب اروح عند منى اصلا علشان اشوف حماتها. فالمهم ايه طبعا بصوا حماتها مش ست كبيره قوي، مش كبيره في السن، بس كل الامهات اكلهم بيبقى عسل بجد. فهي فعلا منى عملت لنا البسله على طريقه حماتها جميله تحفه بجد. وعملت لنا رز بشعريه كده وعملت الفراخ المشويه. وكنا عايزين نعمل سلطه بس طبعا ما كانش فيه وقت كانش فيه وقت خالص. زي ما انتم شايفين الدنيا الحمد لله يعني لله الامر من قبل ومن بعد. هنا طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا حاجات من بره كده، مش كله طبعا، جزء كده بره. فام محمد هنا بتغسل المواعين اهي، جزاها الله كل خير. الست والله بصراحه مش مقصره في اي حاجه، عملت معايا كميه حاجات في اليومين دول يعني المفروض اعمل لها تمثال كده. المفروض يعني دي تشتغل على الراس. وما ينفعش ان انا تبقى ام محمد كده كانت مرحله في حياتي، يومين في حياتي كده ويروحوا لحالهم. لا خلاص دي بقت صاحبتي وصديقتي الصدوقه وحاجه كده جميله في حياتي. قبل ما نبدا بقى في الفيديو الحلو بتاعنا ده، يلا حطوا لايك للفيديو. حتى كل من كمان هتغسليه يا قلبي عليكي يا روحي، اقسم بالله ما شفت زيك في اتقانك للعمل واخلاصك، مخلصه ووفيه يعني كل من ده المفروض هي ملهاش دعوه بيه خالص بصراحه، ولا المواعين. راحت مسكته كده ومرشته وغسلته غسله حلوه، وغسلت برضو شويه مواعين كده كانوا موجودين راحت برضو غسلاهم. وطبعا هي مش عارفه انا بحط الحاجه فين فزي ما انتم شايفين هي محتاسه كده بتحط وخلاص. بتقولي انت بقى رصي بقى بعدين، عشان انا ما اعرفش بصراحه انت بتحطي مواعينك ازاي. قلت لها حطي اي حاجه وخلاص، انت يعني شايفه الدنيا حلوه قوي. المهم بقى زي ما انتم شايفين اهو منى كانت بتعمل غدا وانا كنت بره بمسح وبروق بره برضو، وهي هنا كانت شغاله في المطبخ. وكل واحد بيعمل حاجه يعني. كتر خيرها والله، كتر خيرها جزاها الله عني كل خير. حطوا لها لايكات كتير يا جماعه على ام محمد. عجبني كومنت او واحده بتقول لي انا وعيالي مستنيين اللحظه دي. بتقول لي عيالي مستنيين اللحظه اللي انت هتخلصي فيها وتفرشي فيها الشقه والشقه تنضف. واحده كمان اخت متابعه ليا بتقول لي انا بنتي في سنه 3 ابتدائي وعماله كل شويه تقول لي يا ماما ها الشقه نطفت ولا لسه، الفيديو بتاع تنظيف الشقه جه ولا لسه. فكون ان انتوا بتخلوا كمان يعني بتشاركوا ولادكم بمشاكلي وبدنيتي بجد دي حاجه جميله. انا فرحت على فكره، فرحت بالكومنتات دي قوي. لو انت قاعده بتتفرجي كده ابنك او بنتك زي ما انا بعمل كده، ببقى قاعده ماسكه التليفون وحمودي جنبي مثلا ولا رنا ولا اي حد، فبنقعد نتفرج على الفيديو سوا. فتخيلت كده المنظر ان انتوا تبقوا قاعدين مثلا وعيالكم حواليكم وبتشاركوهم بقى. فخلاص يعني انا كده ما ينفعش يا جماعه، حتى العيال كمان مستنيين اللحظه دي. فلا ما ينفعش بجد، عشان خاطر عيالي حبايبي. هنا طبعا ام محمد كانت عايزه تمشي علشان بتقول لي همشي بدري علشان ايه اعمل الاكل لجوزي كده. قلت لها ما ينفعش. رحت زي ما انتم شايفين كده، كنت انا عامله 3 فرخات في اليوم ده. رحت واخده كده فرخه وجزء كده برضو رحت لفهولها في الاسترتش. ايه يا منى عيني تليفونك ده مش شايفه. منى اختي في التصوير ما شاء الله عليها بجد، تحفه بتصور لي الموبايل. يا ستي اوعي التليفون يا ست، الله يهديك والله. انا بعمل ايه والله ما انا شايفه. ماشي ما علينا يا جماعه، انا بلف الاكل لام محمد اللي هتاخده معاه.
بس كده. يا عيني يا قلبي، كانت عطشانه ومحتاجه بقى طبعا اللي يلاقيها كل شويه بكوبايه عصير بحته حاجه بقها كده سندوتش. بس مين بقى يا محمد، محدش فاضيلك والله يا بنتي. فالمهم بقول لها تاخدي رز للي في البيت، لجوزك وللجماعه اللي في البيت. قالت لي والله ما تتعبيش نفسك عشان ناكل احنا هنا. قلت لها لا احنا عاملين رز كتير، ومنى كانت عامله بصراحه حله رز كبيره، فرحت حاطه لها شويه رز كده. طبعا هتقولي لي انت ما حطيتلهاش رز في الاطباق ليه؟ بصوا انا هقول لكم على حاجه، هي ممكن الاطباق دي لما تيجي ترجعها لي تحطي لي فيها حاجات تانية، اكل او اي حاجه، وانا مش عايزه كده بصراحه. يعني كتر خيرها كتر خيرها. فانا رحت حاطه لها بقى في الكيس وخلاص. قالت لي بس والله ما تغلبيش نفسك. فرحت بقى حاطه لها، ما اعرفش اللي انا عملته ده صح ولا غلط، بس يعني عادي يعني عادي. هي اول ما هتروح هتقلب الاكل ده في اطباق وخلاص. جيت احط لها بسله والله العظيم، مع اني فاض يجي طبق بسله، بس نسيت خالص، نسيت احط بسله. بس حطيت لها مخلل، كيس مخلل، نسيت احط البسله خالص. يلا مش مشكلة، تبقى تأكلهم بقى رز وفراخ ومخلل حلو برضو. كتر خيرك كتر خيرك، جزاك الله عني كل خير والله العظيم، جزاه الله كل خير. ايه ده، ايه الجمال ده، في ناس جميلة كده، لسه في ناس حلوة كده في الحياة، ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا جماعة حطوا لايكات كتير قوي للفيديو الحماسي ده، فيديو كده كله حماس ونشاط وحياة، مع ان انا عارفة ان انتوا خلاص شبعتوا من فيديوهات المطبخ، بس الفيديو النهارده معظمه هيكون في المطبخ اهو زي ما انتم شايفين. فحطوا بقى لايكات كتير للفيديو، واشتركي بقى في القناه لو لسه مشتركتيش، وعايزاكم بقى تتوصوا بالكومنتات وتشكروها وتقولوا لها جزاك الله كل خير يا ام محمد. الواد الصغنن هنا كان عطشان يا قلب امه. يا لودي يا لودي على الناس العطشانين. والله العظيم كنت ناويه اعمل عصاير وبتاع واحط كده في التلاجة. إيه، بس مفيش وقت زي ما انتم شايفين. فين الوقت بقى اللي انا اقعد اعمل عصير فيه؟ والله كنت اعمله من امبارح بالليل، بس قلت لا، العصير ده بالذات لازم يتشرب فريش كده. يعني المانجا كانت هتسود، والفراوله ممكن طعمها كان يغير، فقلت هعمل بقى في نفس اليوم اللي احنا بنشتغل فيه، وما عملتش. ما فضتش خالص، ما فضتش لحظه. هنا بقى ميه ميه عومه، بحر ميه. بس عادي عادي، جميله الميه، جميله، بتشيل التراب بقى وبتنضف وتخلي الدنيا زي الفل كده والله. هنا كانت الميه عماله تخش على الاوضه، وبيني وبينكم كان في حد نايم في الاوضه فما عرفتش افتحها. كان انس نايم واحنا عمالين نخبط خبط ورزع والعيال ومش عارف ايه، فما رضيتش افتح عليه بقى الاوضه للمره ال3000، سبته نايم. لا اله الا الله محمد رسول الله. طلعنا بقى من المطبخ نخش شويه في الصاله، يلا، عشان انا عارفه ان انتوا عينكم بتوجعكم من منظر المطبخ، زهقتم بمعنى الاصح منه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفرك ربي واتوب اليك. خلصنا من جزء من الصاله، مش الصاله كلها، ورحنا داخلين على الاوضه دي. بصوا هتلاقوا مقتطفات كده من كل حاجه حاجه، عشان ما تزهقوش برضو. فعلا انا كنت ببقى مملة قوي ان انا افضل طول الفيديو اقعد اغسل في مواعين، طول الفيديو مش عارف ايه، فكان بيبقى ملل بصراحة. لكن كده حلو، بنتنقل كده من حاجة لحاجة لحاجة. حتى انا كمان ما ازهقش من الكلام، يعني مش من الكلام، لما بقعد مركزة في حاجة واحدة مبقاش لاقي كلام اقوله، فاهمين قصدي؟ لكن كده بيبقى حلو، تنوع حلو ليا وليك والله. خلاص بقى، خلاص الايام اللي فاتت خلاص مش هتتكرر تاني يا جماعه، مش هتتكرر. داخل علينا ايام جميله، وداخل علينا ايام عيد الاضحى الحلوه، عشان العيد كده يبقى عيد سعاده كده وهنا علينا ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك.
هنا بقى كانت بتجر السراير، عماله تقول لي زقي لي بس السرير عشان امسح تحتيه. والله العظيم بجد انا مش عارفه اقول ايه ولا اشكرها ازاي بجد. قمه الجمال وقمه الاخلاص وقمه العطاء، رغم ان هي كانت هنا بقى كانت خلاص كانت جابت اخر اخرها حقيقي. مخلي الحظ انا جت الحمد لله على السلامه. عملت ايه؟ عملت ايه توته في الامتحانات؟ كان حلوه؟ ماشي ها. لا مفيش خيار فيه مخلل. ليه؟ في هشوف اهو. في خيارايه واحده مخلله والباقي جزر. عايزين جزر؟ هتاكلوا جزر؟ الحمد لله يا جماعه. رنا كان عندها امتحانات النهارده، اول يوم بقى من امتحانات تالتة اعدادي، وجايه بتقول الحمد لله الدنيا كانت كويسه يعني. ادعوا لها بقى ان ربنا يكرمها كده السنه دي. يلا كلي بقى ويا الطعميه سخنه عشان ما تقعديش تقولي لي جعانه ومش جعانه. كلي والطعميه سخنه يلا. كلي يا بنت كلي. ماشي هنخليها بعد شويه. اي حاجه خضرا دي هشوف لك حاضر. اي حاجه خضرا. ما العيال خلصوا الخيار كله. اعمل ايه طيب؟ حتى لو فلفل؟ طب انا جريت جري عملت سندوتش طعميه سخنه ليه وانا اصلا مش هينفع اكله وانا بسجل على الفيديو. يا رب الاقي له حاجه خضرا اهو الحمد لله. لا حول ولا قوة الا بالله. لقيت لك فلفل بس مش حراق. اللي حصل بقى ايه؟ اللي حصل ان هي كانت خلاص بقى تعبت والله وجابت اخرها قوي. استحاله يكون مش حلو. والله مش حاجه ده اهو. ممكن يبقى حاجه بسيطه. حلو. امتحان حلو صعب. امتحان ايه بقى؟ ماده ايه؟ هم عيالك كلهم النحو والصرف وحشين. امال ايه اللي كان حلو؟ عيالك كلهم شافوا حد بالنحو والصرف والله كله. والله الاربعه بجد. لا بس ريم انا ما عرفتش حلوه اصلا بس لا حاجات كتير بس مش الاربعه. طبعا 4-3 ازاي؟ ولا صار هيبقى عندك نحو وصرف. هيبقى عندك يا حبيبي. ما انت عندك دلوقتي نحو والله بقى. انت اصلا مش هتعرف تحل. يا لهوي اللي ورقه عامله كده ليه؟ بصي وهكون وش وده. لا ايوه يا لهوي تخض اصلا. ده اتخضيت قوي. لا هي وشو سهلة. مصغرين الكلام ازاي؟ سهله ازاي؟ مش انت بتقولي لسه صعب؟ سهله شويه. طيب الحمد لله. انا خليتي. طب والفقه كان عامل ايه؟ اسهل امتحان شفته في حياتي. طب الحمد لله. وانا عرفت في الترم التاني هقفل في الترم ده. رب التوفيق ان شاء الله. قاعد ما هو هنا اهو زي ما انتم شايفين كنا خلاص يا جماعه. كنا خلاص جبنا اخرنا. يا رنا الحقي كل الطعميه وهي سخنه يا بنت. كلي سندوتش قبل ما تبرد عشان لو بردت انا مش مسؤوله. هنا بقى كانت رنا وليالي بيساعدوا برضو باللي يقدروا عليه كتر خيرهم. بس ما كان مش الوقت ده. انا بسجل الفيديو تاني يوم بقى. هتقولي ازاي بنتك لسه جايه من امتحان وبتعمل؟ لا ده يعني قبلها بيوم، قبل الامتحان بيوم، مع ان المفروض يعني هي قاعده بتذاكر دلوقتي بس ذاكرت بالليل بقى.
العيال كتر خيرهم بقى، دخلوا عملوا البلكونات والمدخل والسلم، كتر خيرهم. نفسهم اتكتم اصلا من التراب، قلت لهم البسوا كمامات عشان التراب دي. جت يعني من الامتحان بتقول النحو والصرف كانوا صعبين والفقه كان سهل. وجوزي بيقول لي هم عيالك كلهم كده، من اول ريم لحد رنا واحمد وكلهم مش بيحبوا النحو، مش عارفه ليه. هو فعلا النحو بيبقى صعب يا جماعه. ربنا يوفقهم جميعا يا رب، ربنا يوفق عيالنا وعيالكم ويفرحنا بيهم كده. يعني بصوا، احسن حاجه تفرح الاب والام هي التعليم، وان عيالهم يبقوا ناجحين ناجحين في حياتهم العلميه، ناجحين في تعليمهم، واخدين شهاده حلوه. في واحده قبل كده بتقولي في الكومنتات اهم حاجه عندك الشهاده. ايوه، ما هو طبعا اهم حاجه عندي الشهاده، امال ايه اهم حاجه عندي؟ ايه امال ايه اهم حاجه عندك انت؟ ايه طب بالنسبه لعيالك؟ ايوه اهم حاجه الشهاده. عشان كنت ساعتها مقصره في الاكل بتاعهم، كنت عامله لهم غدا اي كلام، وبتقولي انت اهم حاجه عندك التعليم والشهاده. اكيد. بصي احنا مش بنصوم طبعا متواصل، لا، بس هو كان يوم كده فلتة يعني. اهم حاجه، اهم من الاكل واهم من الشرب واهم من اللبس واهم من اي حاجه التعليم طبعا. في ايه اهم من التعليم؟ قولوا لي، طب ردوا انتوا عليا يا جماعه. فربنا يفرحنا بيهم كده ونشوفهم في اعلى المناصب وفي اعلى عليين يا رب. الحمد لله. انا عيالي طبعا كلكم عارفين ان هم في ازهر، فالحمد لله. ازهر صعب جدا، كمان صعب جدا جدا، بالذات في مرحله الثانويه الازهريه دي من اصعب ما تتخيلوا حقيقي. فاكرين زمان في الراديو لما كانت النتيجه كانت بتبان في الراديو، في اذاعه القران الكريم تقريبا، يقول لك مدرسه كذا 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 لم ينجح احد، ومدرسه كذا كذا هتلاقي 10 يتعدوا على الصوابع اللي ناجحين والباقي ساقطين. فهو الازهر من يومه الثانويه بتاعته شديده، صعبه جدا، بالذات العلمي من اصعب ما تتخيل والله العظيم. يكفي ان بتوع علمي في الازهر بيدرسوا المواد العلميه، علم علوم وعلم رياضه، درسوا الرياضه بالسبع فروع، درسوا فيزياء كيمياء احياء انجليزي عربي طبعا اللغات العاديه، المواد الشرعيه القران، في 18 ماده، وكل ماده انقح من التانية، مفيش حاجه اسمها سهله. فالازهر صعب صعب صعب، بس جميل. كفايه ان ابنك كده او بنتك الله، العيال خلوا البلكونه عسل. كفايه ان ابنك او بنتك بيبقوا متفقهين في دينهم، وكفايه ان هم بيبقوا عايشين كده في الدنيا ببركه القران وبركه ان هم بيتلقوا العلم الشرعي، بجد دي كفايه. الازهر صعب بس حلو جميل. يعني انا ما ندمتش لحظه ان عيالي ازهريين، طبعا عشان ابوهم ازهري، فهو مدخلهم كلهم ازهر، وانا ما اتكلمتش بصراحه في حاجه زي كده. هو طبعا ابوهم وشايف، يعني هو شايف مصلحتهم اكتر مني كمان، وشايف ان ده الصح، فخلاص يعني هنتكلم في ايه؟ انا هعوز ايه من الدنيا غير كده؟